مش كل هروب بيكون نجاة. أحيانا بنهرب من وجع، نلاقي نفسنا جوه وجع أكبر. كنت فاكرة إن الجواز باب أمان، باب يقفل ورايا صوت المشاكل، باب يفتح على راحة واستقرار. بس اللي حصل إن الباب اتقفل وأنا جوه لوحدي. مش ضرب، مش إهانة واضحة، بس تجاهل وتحكم. إحساس إنك محبوسة من غير قضبان. كنت بصحى كل يوم بسأل نفسي، هو ده اللي كنت بهرب علشانه، ولا أنا دخلت سجن بإرادتي؟ في اللحظة دي فهمت حاجة خطيرة، إن مفيش حد هيطلعني غيري. مش أهلي، مش صحباتي، ولا حتى هو. أنا اللي لازم أساعد نفسي. بدأت أبص لنفسي من جديد، مش كزوجة ومش كضحية، لكن كبنت لسه قدامها حياة. قررت أتعلم وأشتغل، أبني نفسي حتى لو خطوة بخطوة. مش عشان أسيبه، لكن عشان لو سبت مرجعش لنفس الخوف. القوة مش إنك تستحملي، القوة إنك تختاري نفسك. لو انتي سمعاني دلوقتي وحاسة إنك محبوسة، فكري كويس. السجن مش دايما له باب حديد، أحيانا بيكون جوه قلبك. لسه الحكاية ما كملتش، واللي جاي أصعب بس أصدق. اشتركي في القناة، لأن اللي جاي أقوى ويمكن يكون سبب نجاتك.